هلو ازيكم حبايبنا في كل مكان. النهارده هقدم لكم طريقه عمل الكبده الاسكندراني، وهي من الاطباق الشعبيه المحببه جدا في مصر وخاصه في اسكندريه. عشان تطلع معاكي مظبوطه زي ما بيعملوها في العربيات او المحلات الكبيره، هقول لكم على بعض الاسرار البسيطه وعلى طريقه تتبيله الشارع الاصلي، وهنعمل معاها طحينه بيتي سريعه وسهله. تابعوني خطوه بخطوه من التتبيل لحد التقديم، وتابعوني بالمشاهده مش بالصوت وبس عشان تعرفوا التركات والحركات. يلا بينا. المكونات: نص كيلو كبدة بقري، 7 فصوص توم، 2 فلفل اخضر حار او عادي، 2 ليمونة، 1 معلقة صغيرة خل، 5 معالق كبيرة زيت. التوابل: 1 معلقة صغيرة ملح او حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة شطة وده اختياري، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، 1 معلقة صغيرة كمون، 1 معلقة صغيرة بابريكا. من الحاجات المهمة في تحضير الكبدة هي التقطيع. لابد ان احنا نقطعها شرايح صغيرة ورفيعة جدا، بتفرق في الطعم والسوى. يلا نحضر تتبيلة الكبدة. اول حاجة بنعملها بنغسل الفلفل، وانا بفضل الفلفل الاخضر الطويل، بيبقى ليه طعم حلو ومميز وفي نفس الوقت بيبقى مش حامض. لو انتوا بتفضلوا الكبدة تبقى سبايسي ممكن تستخدموا 1 فلفل عادي و1 فلفل سبايسي. هنا بنقطع الفلفل لنصين، بنشيل البذور، وبعدين بنقطع الفلفل لقطع صغيرة جدا وجزء تاني لقطع متوسطة. هقول لكم على شوية علامات تعرفوا بيها الليمون الكويس. بنختار الليمون اللي قشرته ناعمة مش ناشفة ومش محبب، ولما بتضغطي عليه بيكون فيه شوية طراوة، معنى كده ان هو مليان عصير، ويكون وزنه تقيل بالنسبة لحجمه. بنغسل الليمون ونقطعه نصين وبعدين بنعصره. بنفرم الثوم فرم ناعم جدا، وبنضيف عليه ملح عشان يكون سهل في الفرم، والمهم الثوم يكون طازة، بيفرق في الطعم والريحة. بناخد معلقة صغيرة من الثوم بنشيلها على جنب هنستخدمها بعدين. بناخد حوالي معلقة كبيرة من الفلفل اللي متقطع قطع صغيرة وبنضيفه على الثوم، وبعد كده بنضيف كل التوابل. بنفرم المكونات مع بعض كويس، وبعد كده بنضيف الخل ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، ونقلب كل المكونات مع بعض كويس ونحطهم في طبق صغير ونركنهم على جنب. يلا بقى نتبل الكبدة. بناخد حوالي 3/4 كمية الثوم، وبنشيل زي معلقة صغيرة من الثوم على جنب. نقلب المكونات كويس جدا، وبعد كده بنغطي الكبدة بالاسترتش ونحطها في التلاجة مش أقل من 30 دقيقة عشان تشرب من التتبيلة. يلا نعمل الطحينة. نص كوب طحينة، ربع كوب مية أو حسب الرغبة، 1 معلقة كبيرة عصير ليمون، 1 معلقة كبيرة خل، 1 معلقة صغيرة ثوم. التوابل: ربع معلقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة، ربع معلقة صغيرة كمون، ربع معلقة صغيرة بابريكا أو شطة حسب الحاجة. في بولة متوسطة بنحط الطحينة وبنضيف عليها الخل وعصير الليمون ونضربهم كويس جدا. هنلاقي القوام ابتدى يبقى سميك وبيبقى لونه فاتح، ده طبيعي جدا. وبعد كده بنضيف المية شوية شوية مع التقليب المستمر، مش كل مرة واحدة، لحد ما نوصل للقوام المظبوط، ولا هو سميك ولا هو خفيف. نعرف ازاي ان احنا وصلنا للقوام المظبوط؟ واحنا بنشتغل بنلاحظ ان الطحينة بتبقى متماسكة في المضرب. لما نلاقي ان الطحينة بقت ناعمة ومش متماسكة في المضرب بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه، احنا كده حطينا كل كمية المية اللي هي ربع كوباية. المقادير كده مظبوطة بالتمام. في نقطة مهمة: لو الطحينة قطعت يعني شكلها بقى مفصول ومش ناعم، نزود نقطة خل او ليمون او مية ونقلب بسرعة، هترجع تاني ناعمة ومتماسكة. وبعد كده بنضيف الثوم والملح والكمون والبابريكا ونقلبهم كويس جدا، وبعد كده نغطي الطحينة بالاسترتش ونحطها في التلاجة لوقت التقديم.
وقبل التقديم بشوية بنطلع الطحينة من التلاجة، ولو لقينا القوام بتاعها بقى سميك بنخففه بشوية مية، هيرجع تاني ناعم ونقدمه بشكل جميل. بعد ما تبلنا الكبدة لمدة ساعة في طاسة كبيرة بنضيف الزيت، والزيت يكون مغطي القعر بالشكل دوت. لما الزيت بيسخن بنضيف معلقة الثوم اللي احنا شلناها في الاول، وهو ده السر اللي بيخلينا نشم ريحة الكبدة من اخر الشارع. وعلى نار عالية بنشوح الثوم، واول ما نشم ريحته ننزل بالكبدة، بس مش بننزل بيها كلها مرة واحدة، بننزل بيهم شوية شوية ونحاول نوزعهم في الطاسة بالشكل دوت عشان الكبدة تتحمر بسرعة وما تنزلش المية بتاعتها. خدوا بالكم من طريقة التسوية عشان ده مهم جدا. بنسوي الكبدة على نار عالية وما بتاخدش وقت طويل، بتبقى حوالي من 3 ل 4 دقايق بالكتير خالص عشان تبقى طرية وتحتفظ بالطعم الحلو. وما نطولش في التسوية عشان الكبدة لو استوت زيادة بتنشف وبتبقى مش حلوة. انا في المرحلة دي مش بقلب، انا بس ببعد الكبدة عن بعضيها عشان تستوي من كل الجوانب. واول ما بلاحظ ان الكبدة ابتدت تغير لونها من تحت ومن الجناب ببتدي احركها عشان تستوي من كل الجوانب. هتلاحظوا ان بالطريقة دي الكبدة ما نزلتش مية، وده كويس، ده اللي بيحافظ على ان الكبدة تبقى طرية وطعمها حلو ومش مجلدة ولا ناشفة. واول ما الكبدة بتبدأ تاخد لون بنقلب الكبدة بسرعة لمدة دقيقة، وبعد كده بنضيف الفلفل الاخضر ونقلبهم مع بعض ونسيبهم لمدة دقيقة كمان. زمان وانا صغيرة لما كنت بروح اشتري سندوتشات كبدة كنت باخد بالي ازاي الراجل بيسوي الكبدة وايه الخطوات اللي كان بيعملها، ودي بالظبط الطريقة اللي انا كنت بشوفها، والمنظر ده يقدر يتكلم عن الطعم والريحة. ولما الكبدة بتستوي بنطفي على النار ونضيف الباقي من عصير الليمون ونقلب كويس، وبكده احنا عملنا احلى كبدة اسكندراني بتبقى طرية ومليانة بالنكهات الجميلة والطعم الحار تماما زي ما احنا بنحبها في مصر. تعال اقول لكم على طرق التقديم. لو هنقدمه كطبق اساسي على السفرة بنحط الكبدة في طبق مسطح وبنزينه بشرايح فلفل الالوان وشرايح الليمون، ونقدم معاه سلطة طحينة وخيار مخلل والعيش البلدي السخن الجميل. وممكن كمان نقدمه كسندوتشات اذا كان في عيش بلدي او عيش فينو ونضيف عليه الطحينة والليمون. انا عارفة الاولاد بيفضلوا ياكلوا العيش الفينو اكتر من العيش البلدي، مع ان العيش البلدي صحي ومفيد ومش بيتخن. ودي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وبشكركم على المتابعة، واستنوني مع وصفات تانية كتيرة جميلة ولذيذة. باي باي.